يا ترى بتتحاسبيني على مين يا خالة؟ أبوك بعت له جواب حرق أوي بيقول ولدي الحبيب ولدي أنا قلبي عليك مشغول. أمك دي مشتاقة لك والليل عليها بيطول. أمانة يا ولدي ما تخلي البعاد يطول. استنى، الدينار اسمه دينار صح؟ الدينار الكويتي سعره كام في 2024؟ احنا في شهر 8 مش كده؟ شهر 8 2024 يخرب بيتك تعالى. ايوه من 12 ساعة تعالى بقى. مم. من 12 ساعة يزبل. اما يا ولد، اما يا جعل لو معاك شوية كويتي وتروح منزل كويتي يا لهوي يا خرابي علي. الآن أهلا وسهلا بحضراتكم معنا فيديو جديد. ووفقا لآخر التحديثات من داخل السوق الموازي، سجل سعر اليورو للشراء 55 جنيه 40 قرش وللبيع 55 جنيه 90 قرش. أما الجنيه الاسترليني سجل سعر الشراء 65 جنيه 30 قرش وسعر البيع 65 جنيه 90 قرش. أما عن سعر الريال السعودي من داخل السوق السوداء، سجل سعر الشراء 13 جنيه 23 قرش وسعر البيع 13 جنيه 50 قرش. الريال القطري سجل سعر الشراء 12 جنيه 91 قرش وسعر البيع 13 جنيه 80 قرش. الدرهم الإماراتي سجل سعر الشراء 13 جنيه 52 قرش وسعر البيع 13 جنيه 70 قرش. أما الدينار الكويتي سجل سعر الشراء 158 جنيه 30 قرش وسعر البيع 165 جنيه. الريال العماني سعر الشراء 128 جنيه 80 يا قرش خبر وسعر اسود. البيع 130 جنيه 90 ده قرش. الفيلم بتاع عمان دي، بتاع عمان فين هو؟ مش عايز يجي عندنا بتاع عمان ليه؟ الولاية أم ماجد مش من عمان؟ سلطنة عمان مش عايزة تيجي تهزلنا هزة كده ليه؟ يا خرابي. شفت الفلوس بتاع الكويت وعمان. عماني دي عملتها جامدة بتفك من مصر. يعني هناك ممكن الدينار الكويتي دي والعماني يا دوبك تجيب بهم شندوتش. اه والله شندوتش. عارف عندنا احنا هنا بقى يجيبوا ديك رومي ويجيبوا احلى اكل. اي والله استنى نكمل بقيه. أما الدينار الأردني سجل سعر الشراء 70 جنيه يا 25 نهار قرش اسود وسعر الاردن البيع رقم 70 71 جنيه جنيه 20 قرش. وعن سعر الدولار داخل السوق السوداء، يتراوح سعر الشراء من 49 جنيه حتى 49 جنيه 50 قرش ويتراوح سعر البيع من 49 جنيه 70 قرش حتى 50 جنيه. يا لإعلان خرابي السعر داخل السوق يا السوداء خرابي بأسعار مختلفة. يا خرابي على الدولار بقى ب50 جنيه. يا خرابي يعني هيحاسبوني ب50 جنيه. يا ريت يبقى مبلغ كبير حلو، نقبض مبلغ حلو. قال يا واد يا محمد انت قاعد في مصر ولا مقيم برا مصر؟ يا رب تكون قاعد في الكويت. ولا في سلطنة عمان، في عمان. مم. البنت اللي بتضحك دي اسمها سارة. استنى والله لا اديك مفتاح يا سارة، انت شكلك من دولة اجنبية يا سارة، وشكلك انت اللي هتحط العملات الغالية. بس عايزة تاخد المفتاح الاول صح؟ شكلك كده. يعني ممكن اشيل المفتاح من تحت كده اروح مديهولك فوق، بس اما نشوف هتشخللي بأنهي عملة. هو يكون هتشخللي بالجنيه المصري يا دوبك يجيب لك لبانة. مش هيجيب لبانة. آه. شفت انا قاعد فين يا رجالة؟